ازيكم اعزائي المشاهدين، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. جايه النهارده هاخدكم في جوله داخل احدث وافخم فندق موجود دلوقتي في العالمين، وهو فندق تم افتتاحه حديثا في شهر 7 2024. الفندق ده يا جماعه اسمه ازور 111. الفندق ده زي ما قلت لكم موجود في العالمين، فلو بتفكروا تسافروا للمكان ده الفيديو بتاع النهارده هيساعدكم ان انتوا تعرفوا كل التفاصيل. فخلونا يبدأ دلوقتي. فندق أزور 111 موجود في منطقة العلمين على بعد 17 كيلو متر من بورتو مارينا، تمام، قريب قوي. وكمان مطار العلمين بيبعد عنه ب 64 كيلو متر. حلو قوي، دي نقطة تخليك تستكشف الساحل الشمالي. الفندق ده تم تصميمه بطريقة عصرية وفاخرة جدا، بيقدم تجربة مميزة جدا للضيوف بتاعته. وحسب المراجعات اللي موجودة على مواقع زي بوكينج وتريب ادفايزر، الفندق ده حاصل على 5 نجوم. لو نروح بقى نتكلم عن المرافق والخدمات، خلينا نبدأ بالغرف والأجنحة. الفندق ده موجود فيه 383 جناح، تمام، متقسمة لغرفة أو غرفتين. طبعا مش عايزه اقول لكم ان هما مصممين زي ما انتم شايفين باحدث التجهيزات، وبتوفر اقصى درجات الراحه. كل حاجه انت محتاجها موجوده جوه الاوضه. وكمان مش هننسى نتكلم عن التويلتس، كل احتياجاتكم موجوده داخل التويلتس، مجهز حلو قوي. لو حبينا نتكلم عن المطاعم او المقاهي اللي موجوده، فالفندق ده موجود فيه مطعمين رئيسيين بيقدموا طبعا كل المأكولات العالميه والمحليه، وكمان في 4 بارات موجودين وصالات للاسترخاء، او اللي بيتقال عليها يعني لاونج. وطبعا مش هننسى نتكلم عن الجانب الترفيهي في الفندق ده. فالفندق ده موجود فيه 5 مسابح او 5 بولز، في منهم 2 للاطفال من ال5 دول، وكمان في نادي للاطفال، وفي سبا، وفي صالة لياقة بدنية، وفي العاب كتير قوي موجودة في الفندق ده بيقدمها، طبعا عشان تستمتعوا بالوقت بتاعكم. وهنا هنروح لنقطة مهمة أنا عارفة إن أنتم مستنيينها، وهي الأسعار. هنتكلم عن الأسعار في الفترة الحالية دي. طبعا هفكركم إن الأسعار دي وارد تتغير في أي وقت، والأسعار هتكون شاملة الفطار فقط، تمام. فيلا نتكلم عن سعر الفرد في الليلة في الغرفة السنجل، وسعره هيكون 4275. أما سعر الفرد في الأوضة المزدوجة في الليلة 2675، والفرد في الأوضة الثلاثية هيكون سعره 2325. طبعا الأسعار دي شاملة الضرايب زي ما قلت لكم بالفطار، وكمان هقول لكم على تكلفة أي حاجة حابين تشتروها داخل الفندق أثناء إقامتكم، زي أسعار المشروبات والمأكولات أو الروم سيرفيس، كلها أسعارها كويسة جدا. هحط لكم الأسعار، وكمان هسيب لكم رابط الموقع بتاع الفندق اللي منزل الأسعار دي في الديسكريبشن. اوكي، اما دلوقتي بقى عشان نكون عرفنا كل حاجة عن الفندق ده، لازم نقرا بعض التقييمات مع بعض من ناس حقيقية راحت وزارت الفندق ده. فزي ما انتم شايفين كده انا جبت بعض التقييمات من على بوكينج. ففي تقييم من سعود، ده جاي من المملكة العربية السعودية، بقيم الفندق ب8، بيقول: شكرا، خدمة ونظافة، بس الحمام بدون شطاف والمطبخ بدون فرن كهربي. دلوقتي تعالوا بقى ناخد ريفيو تاني ونشوف الكلام ده ايه. في حد اسمه نامي من المملكة العربية السعودية برضو بيقول: إن شاء الله نكرر الزيارة للمكان والاستمتاع بالمساج والحمام المغربي، وقضاء وقت هادي للنفس وللتأمل بعيدا عن، ما قالش ايه بقى عن ايه، اكيد عن ضغوط الحياة. تمام، هو مقيم الفندق ده ب9، وقايل ان بوفيه الفطار ياخد 10/10، والنادي والمساج ياخد 10/10. لكن الحاجة اللي ضايقته اللي هو بيقول اللي ناوي يزور المكان ده يكون معاه بدايل للفيش الكهرباء او التوصيلات، وان هو بينصح كل المسافرين بشكل عام يكون معاهم توصيلات، عشان كل بلد بتختلف نظامها عن التاني. ده حقيقي. شكرا جدا. ناخد كمان ريفيو. مينا من مصر بيقول: ممتاز، ومقيمه ب9. بيقول: المكان تحفة حرفيا، بداية من أستاذ هاني مدير الاستقبال ومساعداته، ومحاولة تغيير الأوضة حرفيا حصل في وقتها. ثانيا أستاذة ياسمين في الكيدز اريا ومعاملتها الجميلة مع الأطفال، وأستاذة علم في الهاوس كيبنج مع الناس المحترمين والبشوشين، والفطار من أجمل البوفيهات في الفطار من حيث التنوع. وخامسا البيسينز يعني البولز يعني نظيفة وكتيرة وكبيرة جدا
والجارد متواجد دايما، بس يا ريت يهتم بكنسها اكتر من كده عشان الارضيه مليانه رمل. ايه بقى الحاجه اللي ضايقته؟ ان اسوأ ما في الفندق انه فطار بس، يا ريت لو يضيفوا غدا وعشاء. فاحنا عارفين ان النظام في اسكندريه عامه انه بالفطار بس، مش زي بقيه المناطق، فهم حاطين الاسعار زي ما قلت لكم. اوكي، ناخد تقييم اخير من محمد برضو من السعوديه، بيقول المكان جديد لكن انصح بيه. يعني بيقول ان المكان جديد بس هو كويس، فواخد 8/10. المكان جديد وحديث لكل المرافق، جميلة جدا، مستقبلا هتكون 10/10. الفطور لذيذ ويكفي النظافة، بيقول ان النظافة حلوة ومتعاونين. الحاجة اللي ضايقته انه تأخير اجراءات الدخول، بينقصهم بعض تقريبا الناس اللي هي تساعد ان الدخول يكون سريع. شكرا جدا. وبكده اكون خدتكم في جولة متكاملة في فندق ازور 111 من احدث الفنادق الموجودة في العالمين. فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، فما تنسوش تشيروا الفيديو ده وتعملوا لايكات، ولو عندكم استفسارات سيبوها في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. باي.